الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبيه الذي اصطفى أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه الميامين، ومن سار على الدرب إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحباب، جاء أعرابي يجر ولده إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي، فوقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، لقد عقني ولدي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الذي قلته في قلبك ولم تنطق به شفتاك؟ فقال الأعرابي: ما زلت أؤمن بأنك رسول الله، ولكني الآن ازددت يقينا. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الفتى ثم قال له: أنت ومالك لأبيك. قال صلى الله عليه وسلم: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر، أحدهما أو كليهما، ثم لم يدخل الجنة. من أدرك أبويه، أحدهما عند الكبر، أحدهما أو كليهما، ثم لم يدخل بهما الجنة. أقول أيها الكرام، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الوالد هو أوسط باب الجنة. أقول أيها الكرام، لمن ما زال والده على قيد الحياة، اعلم يا رعاك الله أنك ما زلت على قيد الحياة، أنك ما زلت تحمل جبلا تحتمي به، لكن هذا الجبل لا يدوم، فلكل أجل كتاب، لكل أجل كتاب. والله أيها الكرام، لا يعرف قيمة الوالد إلا من رحل والده. كنت أجهز لخطبة الجمعة الماضية، وأنا أكتب وأجهز تلك الخطبة جاءني خبر رحيل والدي، ورحل إلى الله سبحانه وتعالى. والله أيها الشباب، أنني لم أقوى أن أقف على المنبر، رغم أنني وقفت عليه مئات المرات، إلا أنني لم أقوى أقف على هذا المنبر. فرحيل الوالد هو رحيل الحياة، رحيل كل جميل في الحياة. فليتك لو بقيت لضعف حالي وكان الناس كلهم فداك. يعز علي حين أدير عيني أفتش في مكانك لا أراك. ما دمت حيا لست أنسى عندما أقصاك ليل القبر عن أحضاني. إن كنت لا أقوى بعدك ليلة، كيف السبيل لمقبل الأزمان؟ أبتي وحيدا سرت تحت الترب في قبر بعيد ضائع العنوان. أبدا، فقد جاورت ربا شاكرا يجزيك روضا من رياض جناني. وأنا الوحيد هنا وفوق الترب لا سند يعين ولا أنيس داني. رحل الذي لا يغمض الجفن الكليل له إذا دمعت أسا أشفاني. رحل الذي يبكي بلا دمع إذا سمع الأنين يجول في وجداني. رحماك ربي ليس غيرك عاضدي في محنتي بمهامة الأحزان.
أقول أيها الكرام رسالة في الختام: أيها الشباب الذين ما زال آباؤكم على قيد الحياة، سيقول لكم الآباء كلمات لن تفهموها، لكن بعد موتهم ستدركوها. في حياة الآباء ستسمع من آبائكم كلمات لن تدركوها ولن تعرفوا معانيها، لكن بعد موتهم ستترجم هذه الكلمات في واقعكم وفي حياتكم، وستدركوها حينما تغدون آباء بعد رحيل آبائكم. هم الذين ما كانوا يبكون أمامنا، لكن كانت قلوبهم تبكي وجعا على أحوالنا وسهرا على آلامنا. كانوا جبالا يحملون أحمالا فوق طاقاتهم وما كنا نراها في أجسادهم، لكن حملوها في قلوبهم كما حملوها ونحن صغار. فتشوا عليهم وهم أحياء قبل أن يغدوا تحت التراب، فتفتشوا عنهم وهم أموات. ذهب الذين إذا مررت بدارهم فاحت نسائم عطرهم تتبعتر، قوم على حب الإله ترعرعوا وعلى حطام الدار هم يتكبروا. يبكي مصلاهم على دمعاتهم في كل حين هم به يستغفروا، وبكت مواطن خوفهم ورجائهم يوم اللظى في روحهم تتسعر. إن كان قد عز في الدنيا اجتماع أحبتي ففي مواطن الحشر نلقاكم ويكفينا. إن كان قد عز في الدنيا اجتماع أحبتي ففي مواطن الجنان نلقاكم ويكفينا. أسأل الله لمن كان ما زال والده على قيد الحياة أن يطيل في عمره وأن يحسن في عمله، ولمن رحل عن هذه الحياة أسأل الله له الفردوس الأعلى. أيها الشباب بروا آباؤكم يبركم أبناؤكم، بروا آباؤكم يبركم أبناؤكم. أيها الكرام هي فواتير هذه الحياة، هي فواتير ستسددها قريبا، لكن سددها بعين الخير والحلال قبل أن لا ينفع الندم.